تخيل ان في فراخ مفترسه. انا مهندس سيد عيسى وجاي افيدك في مجال الدواجن. الافتراس والنهش من اخطر السلوكيات في قطيع البياض. اول سبب خطير ان الفراخ البياض بطبيعتها حساسه، فتلاقي الاضاءه او النور المفاجئ والعالي بيخلي الطير عصبي، واول ضحيه بيكون اضعف طائر. عشان كده لازم الالتزام بعدد ساعات الاضاءه حسب السلاله، ويفضل شده اضاءه من 10 ل 15 لكس اثناء فتره الانتاج. ثاني سبب الزحمه، كثافه اعلى من الطبيعي هتزود الافتراس من 30 ل 40%. لازم الالتزام بالمعدلات الصحيحه خاصه في تربيه البطاريات. اثناء التربيه حوالي من 280 ل 300 سنتيمتر مربع لكل طائر. اثناء الانتاج حوالي من 400 ل 450 سنتيمتر مربع لكل طائر. اي زياده في الاعداد بتعمل توتر دائم داخل العنبر. ثالث سبب ارتفاع درجه الحراره. درجات حراره اكتر من 30 درجه مئويه بتسبب اجهاد حراري شديد، ومع ضعف التهويه بيظهر النهج بشكل اوضح. رابع سبب نقص العناصر زي نقص البروتين او الاملاح المعدنيه، خصوصا الصوديوم بيخلي الطير عنده اضطراب عصبي وسلوك عدواني. والحل علف متوازن باستمرار بدون انقطاع. واخيرا الجروح والدم. اي طير مجروح بيبقى هدف فوري، ولو ما تعزلش المشكله هتنتشر في ساعتها. طيب لو سلوك النهش ظهر فعليا، تقلل شده الاضاءه فورا، ظبط الكثافه والمساحات، حسن التهويه وراقب الحراره، راجع نسبه البروتين والاملاح، استخدم بخاخات منع للنهش، وفر العاب تعمل تشتيت بسيط للطير، واعزل اي طيور مجروح. النهش لو انتشر صعب يقف بنسبة 100%، لكن الإدارة السليمة والتغذية المتوازنة والبيئة الجيدة هي خط الدفاع الأول للوقاية وتقليل الخسائر داخل القطيع. الافتراس مش مرض، ده إنذار للي يفهمه بدري وينقذ القطيع. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم أكتر وتعرف خبايا وأسرار الصناعة.